التقارير اللي خرجت من النادي الاهلي بعد اصابه اكرم توفيق بالرباط الصليبي، والمفروض ان هي تفهمنا ازاي اكرم توفيق اتصاب بالرباط الصليبي او ليه اتصاب بالرباط الصليبي، بصراحه كلها غير مقنعه بالمره، وانا شايفها ضحك على الدقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت في بدايه الفيديو، كل التقارير اللي خرجت بعد اصابه اكرم توفيق بالرباط الصليبي، وكلنا نتمنى له الشفاء، اللاعب الاصابه الثانيه في موسم واحد من اكتر اللعيبه اللي احنا بنحبها في الدوري المصري. الراجل عنده روح وجرينتا ما بنشوفهاش في لعيبه كتير، واحد من افضل لعيبه النادي الاهلي وافضل لعيبه الدوري المصري وافضل لعيبه منتخب مصر، فكلنا نتمنى له الشفاء. لكن خلونا نرجع لموضوعنا، وان فكره التقارير كلها اللي خرجت عن اصابه اكرم توفيق انا بالنسبه لي غير مقنعه ابدا. لان خلينا بس نفسر ونجيب بدايه اصابه اكرم توفيق من البدايه. اولا، اكرم توفيق ما اتصابش في نفس القدم اللي اتصاب فيها قبل كده. اكرم توفيق اتصاب في رجليه الثانيه او في قدمه الثانيه، معنى كده ان العمليه الاولى او الاصابه الاولى ملهاش علاقه خالص بالموضوع. الحاجه الثانيه، اكرم توفيق في التمرين او اتصاب في التمرين، كل الناس اللي حضرت التمرين قالت ان مفيش التحام حصل ما بينه وما بين احد من زمايله. اكرم توفيق وقع لوحده ومفيش اي مشكله. معنى كده برضو ان فكره ان حد يكون التحام قوي باكرم توفيق برضو بره موضوعنا وملهوش علاقه بينا. تعالى بقى نروح لحاجه تانية بقى خالص. النادي الاهلي خرج تقارير وكلنا كنا مستنيين التقارير دي، لان الناس كلها قالت ممكن يكون في مشكله في الجهاز الطبي للنادي الاهلي. كله قال ممكن يكون في مشكله في ملعب التتش، واكتر من مدرب من مدربين النادي الاهلي قالوا ان في مشكله في ملعب التتش. فكلنا كنا مستنيين تفسير منطقي من اداره النادي الاهلي تقول ايه فكره ان لاعب زي اكرم توفيق فجاه كده اتصاب بقطع كامل في الرباط الصليبي. خرجت بعض التقارير من النادي الاهلي انا بشوفها كلها زي ما بقول كده ضحك على الدقون، ملها يعني بصراحه سخيفه لدرجه كبيره جدا 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 وحاجه هزليه. وخلونا نتكلم في الموضوع واحده واحده. التقارير دي بتقول ان اي شخص عادي ممكن يتصاب بالرباط الصليبي، ممكن رجليه التانيه برضه تتصاب بالرباط الصليبي بعد فتره. ليه؟ لان انت من الطبيعي رجلك دي بقت انت اللي بتعكز عليها، او خلاص بقى مجهودك كله عليها، وده سبب منطقي ما فيهوش اي مشكله. بس سبب منطقي للاشخاص العاديين. انا كخالد دلوقتي لو شخص عادي اتصبت في رجلي مثلا لا قدر الله، رجلي التانيه اكيد ان انا هتحكز عليها، واكيد ان انا هبذل مجهود كبير عليها، وممكن ان انا اهمل في دي. وناس كتير مننا بتعمل كده في الوضع الطبيعي، انه بيأجل العمليه بعد مثلا لفتره اجازه معينه، انه بيأجل العمليه لظروف معينه، ان حد يكون موجود مع في ظروف ممكن تخليك ان انت تأجل العمليه، فبتضطر ان انت فعلا تبذل مجهود كبير على رجلك الثانيه السليمه. ده بالنسبه لنا احنا كاشخاص عاديين. لكن واحد زي اكرم توفيق لاعب كره قدم، المفروض ان هو اول ما اتصاب راح عمل العمليه، تمام؟ بعد ما رجع من العمليه المفروض ان في برنامج تاهيلي. البرنامج التاهيلي ده لو الجهاز الطبي للنادي الاهلي ما خدش باله من البدايه من الفكره دي، يبقى الجهاز الطبي ده فعلا فيه مشكله. يبقى الجهاز الطبي في النادي الاهلي فعلا فيه مشكله. انت ازاي الجهاز الطبي للنادي الاهلي وجاي التقارير دي ما كانتش عندك من البدايه؟ انت جاي تقولها لي بعد ما اللاعب قررت عنده الاصابه. طب انت ما خدتش بالك ليه من الاول؟ او ما خدتش ازاي بالك من الاول؟ يبقى فعلا في مشكله في الجهاز الطبي للنادي الاهلي. لان احنا ده ممكن يحصل معانا احنا كاشخاص عاديين، لان احنا كاشخاص عاديين زي ما بقول ممكن ناجل العمليه، ممكن ان احنا ما بيكونش عندنا الخبره الطبيه المناسبه، الكلام ده كله. حتى البرنامج التاهيلي بعد مثلا العمليه ممكن ان احنا بنهمل فيه، ما بنروحش الجلسات الطبيعيه كامله وبتاع. لكن ده لاعب كوره وفي جهاز طبي المفروض ان هو لازم ليه متابع الحاله اول باول. فمعنى ان هو يقرر عنده الموضوع ده، لا، يبقى في مشكله في الجهاز الطبي للنادي الاهلي. فالتقارير دي كلها اللي حصلت او التقارير اللي طلعت ان المفروض النادي الاهلي بيبرأ بيها نفسه، بيبرأ بيها مثلا الجهاز، لا، ده سخف وقله خبره وقله حيله. السبب والتقارير بتقول ان السبب هو اللجنه الطبيه او الجهاز الطبي في النادي الاهلي. لان هو ازاي معلومه طبيه زي دي اصلا ما خدش باله منها؟ الكلام ده تقوله لاشخاص عاديين. يعني انا كخالد تيجي تقول لا ده انت اهملت يا خالد، اصل المفروض كذا 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 كذا. لكن انت كجهاز طبي تقول ان ده ممكن يحصل عشان ان الشخص بيحمل على رجله الثانيه. طب وانت كنت فين وما خدتش بالك ازاي؟ فعلى النادي الاهلي او عموم الناس في الكره المصريه يا جماعه كونوا صراحه واحترموا عقولنا. احنا ناس عندنا والله عقول، فاحترموا عقولنا عشان نعرف يعني يبقى الكلام منطقي، وعشان نقدر فعلا نساندكم وعشان وعشان وعشان. لكن فكره ان انت عايز تستخف بعقلي، انا بشوف ان الموضوع ده سخف.
اتمنى من كل قلب الشفاء لاكرم توفيق. واللي مخليني حزين على الموضوع ومتابع الموضوع قوي ان انا اكرم توفيق زي ما بقول من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها في الدوري المصري، وراجل زي ما بقول نسخه من احمد فتحي ما شفناهاش بقالها سنين. فاتمنى له من كل قلب الشفاء، وحزين جدا على فكره ان 2 رباط صليبي في موسم واحد. فبصراحه بتمنى له الشفاء من كل قلبي، بس كان نفسي النادي الاهلي وادارته تكون صادقه اكتر وتكون واعيه اكتر وتحاسب المخطئ فعلا، لان انت نادي كبير مش نادي قليل داخل على دوري ابطال افريقيا ودوري مصري و الى غيره، وعندك لعيبه انت بتدفع فيها فلوس كتير. فاللي بيحصل ده حرام زي ما بقول. وفي اخر الفيديو اتمنى من كل قلبي الشفاء لاكرم توفيق.